جمهور عالم الكرة، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الميركاتو الصيفي زادت سخونته هذه الأيام، خاصة بعد نهاية اليورو. الأندية الكبرى تتصارع فيما بينها على ضم أقوى النجوم. في هذا التقرير سنعرض لكم أقوى 10 صفقات تمت رسميا، فتفضلوا بالبقاء معنا إلى نهاية الفيديو لمعرفة كافة الصفقات. مشاهدة ممتعة. عاشرا، روبن لونورماند. حسم أتلتيكو مدريد اتفاقه مع ريال سوسيداد بشأن التعاقد مع المدافع الدولي الإسباني روبن لونورماند. وقال الأتلتيكو عبر موقعه الرسمي أن النادي توصل لاتفاق مع ريال سوسيداد لضم روبن لونورماند، وأضاف أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق في الأيام المقبلة عندما يعود اللاعب من العطلة التي يستمتع بها بعد أن أصبح بطلا لكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني. ويرى أتلتيكو مدريد أن لونورماند سيكون الصفقة الأنسب لخط الدفاع في الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل الثنائي هيرموسو وسافيتش. صاحب 27 عاما يلعب بصفوف سوسيداد منذ عام 2019، ولعب لونورماند 222 مباراة بقميص ريال سوسيداد، سجل خلالها 6 أهداف. تاسعا، ريكاردو كالافيوري. حسم أرسنال الإنجليزي جميع الاتفاقات اللازمة لضم مدافع بولونيا الإيطالي ريكاردو كالافيوري. وبحسب موقع دو أتليتيك فسيخضع الدولي الإيطالي للفحوصات الطبية وبعد ذلك التوقيع على العقد، ولكن الصفقة نفسها تمت بشكل كامل. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى جولة أرسنال التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا. سيصبح كالافيوري أول إضافة إلى فريق أرتيتا هذا الصيف، وتألق كالافيوري في بطولة أوروبا يورو 2024، كما حصل مع فريقه على المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وتأهل لدوري أبطال أوروبا. ثامنا، جوناثان كلاوس. تعاقد نادي نيس الفرنسي مع المدافع الدولي جوناثان كلاوس لمدة عامين قادما من مارسيليا، وكان الظهير الأيمن ضمن قائمة منتخب فرنسا بقيادة ديدي ديشان في يورو 2024. ووفقا للتقارير الإعلامية فقد بلغت قيمة الصفقة 5 ملايين يورو. وسيحظى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بفرصة اللعب من جديد تحت إشراف مدربه السابق في لانس فرانك إيز، الذي ساعده على التألق بين عامي 2020 و 2022. وقال كلاوس: صحيح أن إمكانيات العمل مع المدرب أحدثت الفارق في قراري. وقال أيضا أنها لحظة مهمة في مسيرته ويحتاج للعب كثيرا ومواصلة اللعب في المنافسة الأوروبية. سابعا، إيميل هويبرغ. نجح نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في حسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلن مارسيليا في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إكس للتواصل الاجتماعي إتمام تعاقده مع لاعب توتنهام الدنماركي بيير إيميل هويبرغ. من جانبه أوضح توتنهام أنه توصل لاتفاق مع مارسيليا يقضي بإعارة هويبرغ إلى النادي الفرنسي لمدة موسم واحد، مع التزام بانتقال اللاعب نهائيا إلى الفريق الفرنسي. وجاء رحيل الدولي الدنماركي عن النادي اللندني بعدما أمضى نحو 4 سنوات ضمن صفوفه بعد الانضمام إليه من ساوثهامبتون في صيف 2020. وخاض هويبرغ 184 مباراة بقميص سبيرز بمختلف البطولات، لكنه لم يتوج معه بأي لقب. سادسا، يوسف نصيري. أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده مع المهاجم المغربي يوسف نصيري. وأشار النادي التركي في بيان عبر موقعه الرسمي على منصة إكس: توصلنا لاتفاق مع نصيري وناديه إشبيليا على صفقة انتقال اللاعب. وأوضح فنربخشة أن مهاجم منتخب المغرب وقع على عقد مدته 5 مواسم،
وأضاف: نرحب بلاعبنا يوسف نصيري في فنربخشة، ونتمنى له الفوز بالمزيد من الألقاب بقميص نادينا. وسيعقد فنربخشة مؤتمرا صحفيا لتقديم يوسف نصيري لوسائل الإعلام. وسيرحل نصيري صاحب 27 عاما عن صفوف إشبيلية بعد 4 مواسم قضاها في الفريق الأندلسي. وسيكون فنربخشة أول محطة للمهاجم المغربي خارج إسبانيا بعدما تنقل بين أندية مالاغا وليغانيس وإشبيلية. خامسا، موسى ديابي. أعلن اتحاد جدة السعودي تعاقده مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029. وأصبح ديابي ثالث لاعب ينضم إلى النادي الغربي بعد الجزائري حسام عوار الذي انضم إلى الفريق الأسبوع الماضي ومعاد فقيه. وبدأ ديابي صاحب 25 عاما مشواره مع كرة القدم مع باريس سان جيرمان الذي أعاره في عام 2018 إلى كروتوني الإيطالي، ومن ثم انتقل إلى باير ليفركوزن الألماني الذي تألق في صفوفه حتى انتقاله إلى أستون فيلا الموسم الماضي. وخاض ديابي 11 مباراة مع منتخب فرنسا، وكان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2021. رابعا، سافينيو. تعاقد مانشستر سيتي رسميا مع لاعب المنتخب البرازيلي سافينيو مقابل 40 مليون يورو. وانضم سافينيو البالغ من العمر 20 عاما والشهير باسم سافيو من تورو الفرنسي، ووقع عقدا لمدة 5 سنوات. وقضى سافيو الموسم الماضي معارا لنادي جيرونا الإسباني، وساعد الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وقال سافيو في بيان: سعيد للغاية بالانضمام لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس العالم للأندية. الكل يعرف أنه أفضل فريق في العالم الآن. وبرز سافينيو بشكل لافت في الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث أحرز 11 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه. ثالثا، علي جاسم. أعلن نادي كومو الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي انضمام الجناح الدولي العراقي علي جاسم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات. وقال كومو الذي يشرف على تدريبه الإسباني الدولي سيس فابريغاس: يسعد كومو الإعلان عن الحصول على توقيع أحد أفضل المواهب في آسيا، وهو علي جاسم من نادي الكهرباء، بعد أن أجرى الفحص الطبي في باريس، حيث يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية. وكان نادي الكهرباء قد أعار جاسم صاحب 20 عاما إلى القوة الجوية الموسم الفائت، علما بأنه خاض أول مباراة رسميا في الدوري العراقي بعمر 14 عاما. وعاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بعد غياب 21 عاما. ثانيا، ألفارو موراتا. أعلن ميلان الإيطالي ضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بعقد مدته 4 سنوات مع خيار التمديد لعام آخر. موراتا صاحب 31 عاما الذي قاد منتخب إسبانيا للفوز بيورو 2024 انضم إلى ميلان قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث أحرز 21 هدفا الموسم الماضي. وفاز الروسونيري بآخر ألقابه 19 في الدوري الإيطالي عام 2022، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 7 مرات آخرها عام 2007. ولعب موراتا لصالح ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي خلال مسيرته التي أحرز فيها أكثر من 200 هدف مع الأندية و36 هدفا لمنتخب إسبانيا. ويحل موراتا محل أوليفيه جيرو في قلب هجوم ميلان بعد انتقال الأخير إلى لوس أنجلوس الأمريكي. أولا، باو فيكتور. أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي ضم باو فيكتور إلى النادي الكتالوني بعقد يمتد ل5 مواسم حتى 30 من يوليو 2029. ونشر برشلونة بيانا رسميا جاء فيه: توصل نادي برشلونة وجيرونا الإسبانيان إلى اتفاق يقضي ببقاء باو فيكتور في النادي الكتالوني حتى صيف 2029. ولعب باو فيكتور مع فريق برشلونة للشباب معارا من نادي جيرونا لمدة عام على سبيل الإعارة، قبل أن يتفق الفريق الكتالوني على ضم اللاعب بشكل نهائي حتى 2029.
كما خاض باو فيكتور مع فريق برشلونة للشباب 36 مباراة بالموسم المنتهي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أخرى.